والبحث في الحديث القدسي هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو هو من كلام الله معنى لا لفظا؟ نعم، الأخير أقرب، لأنه لا يتعبد بلفظه، بمعنى أنك لا تتعبد بتلاوته. فلو كان من كلام الله لفظا لكان يمكن أن تقرأ به في الصلاة كما تقرأ بالقرآن، ولكان أيضا معجزا كما يعجز كلام الله عز وجل. ولو كان من كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، لأن سند القرآن بين الرسول وبين ربه جبريل، وهذا يرويه الرسول عن الله مباشرة كما يظهر من لفظه، وهذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. وقال بعض أهل العلم إننا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله، ولا نبحث هل هو لفظ الله، هل اللفظ لفظ الله عز وجل، أو هل اللفظ كلام الله عز وجل أم لا، وليس لنا أن نبحث في هذا، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن لا شك أنه أعلى من الأحاديث القدسية بالاتفاق، لأنه يتعلق بأحكام لا تتعلق بالأحكام التي للأحاديث القدسية، أو لا تكون مساوية لها. فالقرآن مثلا لا يمسه إلا طاهر، وهذا لو ألف الإنسان أحاديث قدسية كلها أحاديث قدسية يجوز للطاهر وغير الطاهر أن يمسه. القرآن لا يقرأه الجنب، وهذا يقرأه الجنب. القرآن لو أنكر الإنسان منه حرفا واحدا مما أجمع القراء عليه لكان كافرا، بخلاف هذا القرآن لا يصح بيعه على رأي كثير من أهل العلم بخلاف هذا. والمهم أن هناك فروقا بين الأحاديث القدسية